السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، خطوة مضحكة من طرف المسؤولين الجزائريين بتوصية خاصة من طرف النظام الجزائري الفاسد كما العادة. المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، وقبل المقابلة اللي غادي تجمعوا أمام العناصر الوطنية يوم غد الأربعاء لحساب الربع النهائي من مسابقة كأس إفريقيا للاعبين الفتيان، قام بخطوة مضحكة بزيارة جامع في الجزائر باش أنهم يرفعوا الضغط على اللاعبين ديالهم. زعما دخلنا عليكم بالله، واش هذه هي الطريقة اللي غادي ترفع بها الضغط على اللاعبين الجزائريين لأنهم خايفين؟ كيبانوا أنهم خايفين من اللاعبين المغاربه قبل من المواجهه اللي غادي تجمع الطرفين على ارضيه ملعب حملاوي يوم غد الاربعاء ان شاء الله، انطلاقا من الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب، في حين ان العناصر المنتخب المغربي الوطني كتستعد بكل حذافيرها باش انها تقوم بواحد المقابله عالميه. قرر الطاقم الفني للمنتخب الجزائري اخراج اللاعبين ديالو زعما من الضغوط وكسر روتين التدريبات والمقابلات، واللي كيظهر في الصوره بانهم ما كيحترموش نهائيا حرمه المسجد، لانهم داخلين كيتصوروا من داخل المسجد بطريقه غبيه جدا، كانهم كيتواجدوا في احد الاماكن العموميه فقط، علما بانه تم استقبال اللاعبين من طرف امام الجامع وكذلك رئيس المجلس الاعلى للشباب مصطفى حيداوي. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى انكم تشاركونا راكم في التعليقات، والسلام عليكم في فيديو جديد.